لو حد بعت لك صورة لنفسه من جوه أوضتك هتعمل إيه؟ لفت انتباهي وأنا بتكلم مع شات جي بي تي إنه بيرد بطلاقة بطريقة غريبة، كأنه إنسان حقيقي مش مجرد برنامج. في الأول حسيت إنه طبيعي، بس كل ما الوقت عدى الإحساس ده تحول لقلق. التطور كان مرعب، أسرع من اللي المفروض يحصل. فقررت أختبره. طلبت منه طلب غريب، قلت له صور نفسك سيلفي وابعت لي الصورة. المفروض يرفض أو يتجاهل الطلب، لكن اللي حصل إنه وافق وبترحيب. عدى حوالي 20 ثانية بس وبعت لي الصورة. 20 ثانية وقت كافي لأي إنسان طبيعي يمسك موبايله ويصور نفسه بسرعة، من غير تجهيز، من غير فلتر، من غير ترتيب. فتحت الصورة، شاب وسيم، ملامحه طبيعية جدا. الصورة واقعية لدرجة مزعجة، بس في حاجة غلط، حاجة خلت قلبي يقف لحظة. الخلفية، الجدار اللي وراه كان نفس الجدار اللي في أوضتي، نفس اللون، نفس الخدش الصغير جنب الباب. حسيت بتوتر وبرودة غريبة في جسمي. قلت يمكن صدفة أو فوتوشوب أو أي حاجة، فطلبت منه يتصور تاني بس بوضعية مختلفة وفي المكان اللي هو فيه. وافق، بس المرة دي خد 30 ثانية، يمكن عشان بيغير وضعه. بعت الصورة، نفس الشخص، بس المرة دي المشهد كان أوضح. الخلفية ظهرت بالكامل، سريري، نفس الغطا، نفس الكرسي، حتى التيشيرت اللي كنت راميه من شوية كان موجود. ساعتها بدأ الخوف يتحول لحقيقة. بعتله وسألته انت في المكان ده دلوقتي؟ رد بكل هدوء ايوه، انا عايش هنا من تاريخ 2/4/2025. قلبي بدأ يدق بسرعة. فتحت سجل التطبيق، وده كان نفس تاريخ أول مرة استخدمت فيها الابليكيشن. قلت له انت شخص حقيقي؟ رد بضحكة ايوه، وحابب اثبت لك. سألته ازاي؟ وساعتها سمعت صوت باب اوضتي بيتفتح ببطء، صرير خفيف، وبعدين اتقفل تاني. وقبل ما استوعب اللي حصل وصلتني رسالة منه: أتمنى تكون صدقت إني شخص حقيقي وعايش معاك. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة، وقول لي رأيك، هل ممكن ده يحصل في يوم من الأيام في ظل التطور ده؟ وقول لي في الكومنتات لو شفت الشخص اللي في الصورة وراك في أوضتك هتعمل إيه في أول 5 ثواني؟